السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة مع حسن الهلال، ونبدأ كلامنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. وقبل ما نخش في أي تفاصيل زي ما تعودنا دعواتنا لكل بلداننا العربية، اللهم عم بالأمن والسلام والاستقرار على جميع شعوبنا يا رب العالمين. احنا النهاردة معانا مواضيع كتيرة نتكلم فيها، وخلونا نبدأ بموضوع مدام سمر. وكنا طلعنا في الفيديو بتاع امبارح واتكلمنا عن ان مدام سمر تعبانة وبتطلب الدعاء من الناس. محدش كان عارف طبيعة المرض او الحالة اللي ألمت بيه مدام سمر، ولكن تفاعل مع البوست اللي نشرته على المنتدى كتير من متابعينها، وخاصة المدام سمر من القنوات الكبيرة والقنوات اللي عندها شعبية وعندها قبول كبير جدا عند متابعينها. ما عندهاش مشاكل كتير على الميديا، طبعا ما فيش بيت يخلو من المشاكل، ولكن قصدي اللي احنا بنتكلم ان ترندات المشاكل، الحوارات اللي بتحصل عند بعض القنوات ما بنشوفش الكلام ده بصراحة عندها. ذلك ان الست دي صورة مشرفة للستات اللي موجودة على المحتوى او موجودة في المحتوى المصري بتاعنا. المهم امبارح عملت فيديو والنهارده كمان عملت فيديو الحمد لله علشان تطمن كل المتابعين عليها، وهي اجرت عملية في دراعها تقريبا وتم حقنها بالكورتيزون. عندها ألم، وبصراحة الست دي بتتعب وبتتعب جدا كمان الفترة الأخيرة، وخاصة بعد موضوع الافتتاح بتاع المطعم بتاعها. مجهود كبير ومجهود جبار، وغير الالتزامات اللي عندها في البيت، غير المشوار اللي بتاخده من اسكندرية للقاهرة. فأكيد الفترة اللي فاتت دي كلها كان هدك كبير جدا على مدام سمر، نتمنى لها الشفاء العاجل. شفنا كلنا فيديو العملية، والأجمل في الفيديو ده طبعا إنك بتنقل خبر يعني أحزن كتير من متابعينها، ولكن بصراحة جوه الخبر او بداخل المحنه بيبقى فيه شعاع مضيء، وهذا الشعاع المضيء الصداقه الجميله اللي بنشوفها ما بين مدام سمر وما بين اصدقائها اللي هم اكتر من اهل، اللي هم واقفين على الحلوه والمره معاها، بيساندوها في كل خطوه هي بتعملها. بصراحه صوره مشرفه وصوره جميله لصداقه طيبه، سيدات محترمات بيطلعوا بكامل احترامهم قدام المتابعين وقدام الناس في الفيديوهات بتاعتهم. لهم منا كامل الاحترام والتقدير على انهم بيوصلوا صورة طيبة عن الصداقة، اللي في علاقات كويسة اهو في الدنيا لسه بخير. طبعا احنا فقدنا الثقة من اللي بنشوفه على منصات التواصل الاجتماعي في الزمن المرير اللي احنا بنعيشه الفترة الاخيرة. طبعا شفنا مدام جيجو ومدام شيري كانوا موجودين معاها في العملية، وكأنهم اخوات يا جماعة. حاجة جميلة جدا، وربنا يديم المحبة ويديم الألفة يا رب ما بينهم، وهذا التقارب نماذج تستحق الإشادة. ألف سلامة على مدام سمر أسرار المطبخ، ومن مدام سمر للأستاذ علي وعالم نشوة، وطبعا مجموعة كبيرة جدا من الانتقادات اللي بيلاقوها الفترة الأخيرة على موضوع العمرة. طبعا الموضوع متكرر بصورة كبيرة عند مدام نشوة والأستاذ علي. العمرة بتاعتهم تقريبا لكل سنة أو كمان أكتر من كده، ممكن في السنة يطلعوا مرتين ما شاء الله، ربنا يا رب يزيدهم. وطالما في مقدرة سواء كانت صحية أو حتى مادية اللي هم يعملوا كده، فليه لا؟ ولكن الموضوع عند البعض بقى زي ما يكون في حاجة ورا الموضوع ده. كل شهر والتاني بنلاقي الأستاذ علي حرمه بيطلعوا يعملوا عمرة. طبعا أنا مش متعمق في هذا الشأن عشان أطلع وأقول لك التفاصيل والكواليس، ولكن أنا حاسس إن في بعض الانتقادات من بعض المتابعين. طلع الأستاذ علي من ساعات علشان يرد على هذه الانتقادات. بصراحة هو الراجل كتب في العنوان بتاعه كلمة ومدى الكلمة وتأثيرها على الناس، وقعد يضرب لينا الامثال. وطبعا كان هو بيتكلم بصوره فيها الغاز شويه، ولكن الكلام واضح وصريح وباين ان هو ده بيرد فيه على الانتقادات الاخيره من المتابعين والتعليقات السلبيه اللي جايه لهم. وقعد يقول ان الكلمه دي ممكن تخلي الواحد يكره نفسه، وحتى الناس اللي بتجاهر بعمل الخير وعايزينهم يحبطوا ما يعملوش كده. وضرب لنا مثل بقصه صغيره لراجل كان بيقدم الاكل للناس في كل مكان، وجاله واحد قال له انت بتنافق وانت عندك رياء علشان انت واقف قدام الناس كلها على اساس ان هو يقال عنك كذا وكذا. فالراجل احبط، والراجل خد الكلمه فاثرت جدا في معنوياته، واتمنع عمل الخير اللي كان بيتعمل بسبب كلمه واحده قالها الراجل ده. فعلا هي الكلمه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمه الطيبه صدقه، وعلى راي المثل لسانك حصانك، ان صنت صانك وان خنت خانك. الردود على
الانتقادات. الواحد زي ما قلت لحضرتك مش متعمق في الموضوع ده، ولكن وقع قدام الفيديو بالصدفة، فحسيت ان هو عايز يوجه رسالة لكل الناس اللي بيكتبوا له التعليقات السلبية. ولكن عايز اقول للاستاذ علي ومدام نشوى ان الفترة الصعبة اللي احنا فيها حلم ناس كتيرة جدا اللي هم يطلعوا يعملوا عمرة، وطبعا مع غلاء الاسعار وغلاء طبعا التكلفة بتاعت رحلة العمرة بنشوف ناس عندها الحلم ده بيكون صعب شوية، او الحلم ده ما بيقدروش عليه، خاصة من الناحية المادية. فانت كل فترة صغيرة بتطلع تعملوا عمرة او بتصوروا من هناك، فالموضوع ده قد يحبط البعض. فزي ما في فعلا كلمة طيبة وكلمة حسنة، في برضو تصرف لازم اكون مراعي فيه مشاعر الناس ومراعي فيه الظروف العامة للي بيمر بيها الناس. طب احنا مالنا يا عم حسن، انت تشيلنا هم الناس كلها لنفسك انت. النفوس كلها مش زي بعضها، في احيانا الناس تحب لي الخير، واحيانا الناس تانية بتبقى يعني هتبص له نظرة مش مظبوطة، وده اللي بيحصل على ارض الواقع. فليه لا اللي انا وانا طالع رحلة مثلا 72 ساعة او حوالي 3 ايام ما خليش الرحلة دي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى دايرة على شمعتك تقيد. ده خلاص هنا مش لازم الفيديو ولا 2 ولا 3 اللي بيتعملوا من رحلة العمرة يكون موجود في حياتي. انا عايز احافظ على النعمة اللي ربنا كاتبها لي، ولكن كون اللي انا كل مرة بطلع وبصور الفيديوهات من هناك فده بيخلي الناس تتكلم، او حتى اللي هو ملوش نفس يتكلم فبيتكلم. فهم حبوا يردوا، فطلع الاستاذ علي بيرد لينا بالقصص على اساس ان الناس تستحي بقى في انتقادها، ان هدف الناس ان هم يوصلونا لمرحله يعني يشوفوا فيها شخصيه مختلفه بسبب الضغط اللي بيحصل علينا من الانتقادات. ولكن الناجح اللي هو ما يبصش لكم الانتقادات دي، فهو عايز يوصل رساله للمتابعين. يا جماعه مهما شفتوا من كلام احنا ما بنطلعش الرد على اساس ان الناس دي عايزانا لمستوى معين في الصد والرد والكلام ده كله. زي ما قلت لحضرتك الواحد يعني ما اعرفش الناس بتتكلم في حاجات كتيره جدا، فانا مش متابع جيد الاحداث الاخيره، فما اقدرش اتكلم. اتكلمت عن طبيعه الفيديو اللي شفته من الاستاذ علي. طيب نروح لعزومه الصلح اللي بيحاول يعملها محمد جاد للحاجه فاطمه ولاخواته البنات. طيب محمد طبعا فيديو كان امبارح وفيديو النهارده اتعمل مع صدفه. بصراحه فيديوهات كانت جميله ودمها خفيف، الناس تفاعلت معاها بصوره كبيره جدا، والناس يعني كل تعليقاتها عندها توقع ان محمد بيحضر للعزومه دي اللي دمها خفيف قوي، اللي تحضيراتها كلها منهم فيهم علشان خاطر يصالح صدفه على ياسمين، او صدفه على مامتها، وهدى على مش عارف سعاد. فده الناس او امنيات متابعينهم ان هم تكتمل الصوره بقى بان العزومه تتم، وان العزومه تكون معموله فعلا علشان خاطر ان هم يتصالحوا قبل دخله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين من خلال الفيديو انا شايف في حاله كده من الهدوء، وحاسس ان موضوع الصلح يعني خلاص قاب قوسين او ادنى، او حتى ممكن يكون تم الصلح، وما هي الا يعني سسبنس بقى عشان خاطر ننجح الفيديوهات بتاعت محمد. طبعا ده اللي نتمناه من ربنا سبحانه وتعالى. في الاول وفي الاخر احنا عايزين يعني الناس تبقى كويسه مع بعض. بعض التعليقات اللي جات لي على الفيديو اللي احنا عملناه على الحاجه فاطمه، وان هي طلعت مريضه والست تعبانه ونفسها اولادها يتجمعوا، فالست قالت حق مشروع يا جماعه. فبعض المتابعين سواء كان متابعين صدفه او ايا كان يعني عندهم تعليقات غريبة، وشايفين ان في طرف من اطراف ما بيغلطش تماما. احنا بنتكلم في حاجة اكبر من موضوع الانتقاد، واكبر من اللي احنا نغلط طرف على حساب التاني. يا جماعة احنا بنتكلم في علاقة دم، علاقة صلة أرحام. بنتكلم المتابعين عاملين اللي الخلاف اللي ما بيكون ما بين البنت وأمها هو خلاف مثلا ما بين الأصدقاء، وإن المفروض لا محدش، وإن المفروض الأم تتنازل وتروح هي الطيب بخاطر بنتها، والكلام ده ما ينفعش. ده يعني عكس الفطرة وعكس الحياة يا جماعة. ولا الدنيا اتغيرت؟ في إيه في الدنيا؟ في إيه بقى؟ ما تقولوا لنا وفهمونا يا جماعة قبل ما نكتب التعليقات بتاعتنا، فنشوف احنا بنكتب ازاي. المشكله اللي احنا بنقول نتقي ربنا ومش نتقي ربنا اللي احنا نوفق الناس كلها، ايا كان مين اللي غلطان، وايا كان مين اللي بيطلع فيديوهات، وايا كان المقصود من ورا الفيديوهات دي. ولكن في وقت من الاوقات تشبث كل واحد برايه بيحصل من وراه كوارث. فكل واحد لو قدم خطوه لقدام الدنيا هتمشي والدنيا هتتحل. فما شاء الله محمد بيجهز العزومه اللي هي تكون بكره ان شاء الله، او النهارده بتوقيت نزول الفيديو. فان شاء الله يتم الصلح ما بين الحاجه فاطمه وصدفه، وما بين ياسمين وهدى وسعاد.
وتتلم العيلة، ويكون محمد هو الراعي الرسمي لموضوع التصالح اللي حاصل في عيلة آل جاد. والموضوع يعني كل واحد ما يحطش مناخيره في السماء وخلاص يعني، ومش رايحين لحد غريب. طبعا العزومه دي لو طلعت في شنك الناس كلها هيكون لها لوم وعتاب على محمد، لان الناس كلها متوقعه ان من وراء العزومه دي ان يتم التصالح ما بين الجميع. وطبعا اللي هيرفض حاجه زي كده هيبقى قدام المتابع يعني مش عايز يتصالح، مش عايز يتصافى، ان في مساحه اهو، فلازم كل يستغلها، لان محمد عازم اخواته كلهم ما شاء الله، فلا يتاخر او اللي هيرفض فبصراحه هيبقى عليه اللوم والعتاب من المتابع بتاعكم مهما اختلف ما بينكم، ولكن في الاول وفي الاخر عايزكم تكونوا مع بعض، عايز يشوف العيله مره تانية تتجمع. شوفوا ما فين جنب مامتهم. صراحه صعبت عليا جدا الحاجه فاطمه والحاله اللي وصلت ليها من التعب، ان هي نفسها اولادها يكونوا حواليها، مش هكون اقرب منها ليك ولا هحس بيها اكتر منكم انتوا مهما اختلفتوا، ولكن في النهايه رجوعكم لبعض ان شاء الله اكيد شيء حتمي. احنا في ايام مفترجه، كون اللي احنا اساسا نعتزل بعض ده حاجه صعبه وحاجه هنتحاسب عليها. ربنا يصلح حال الجميع رب العالمين، وان شاء الله الصوره تكتمل، نشوف العزومه وقد ادت بثمارها بالنسبه لتوقعات المتابعين. عزيزي المتابع، لهنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه دي. انا بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى لكم دوام الصحه والسلامه والعافيه، واشوفكم في لقاء اخر يتجدد بمشيئه الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.